كان مكان ولح الكلام الا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيلمنا النهارده يا جماعه هندي اكشن، قصته جميله جدا بجد. تابع للنهايه عشان تستمتع بالحكايه. فيلم كينجدم. وبيحكي الفيلم عن الاخين دول سوري وشيفا، بيحبوا بعض جدا، بس ابوهم كان ظالم ليهم ولامهم، وقرر واحد منهم ان هو يقتل ابوه وهو بيضرب اخوه. وعشان يهرب من الحبس قرر ان هو يهرب من البلد كلها وساب اخوه. نعدي بالزمن شوية، كبر سوري وبقى ضابط شرطة. سوري كان هو الاخ الاصغر يا جماعة، ومن 18 سنة وهو بيدور على اخوه نفسه يلاقيه. المهم عرف القائد ده ان سوري بيدور على اخوه من 18 سنة. قال له هكلفك بمهمة صعبة جدا في سريلانكا. قال له لا. قال له طيب لو قلت لك ان عندي معلومات عن اخوك اللي بتدور عليه من 18 سنة. قال له انا ممكن الف العالم كله بس الاقي اخويا. خد الصدمة يا معلم. قال له ان المأمورية انك تتجسس على اكبر تجار لتهريب الذهب. والصدمة بقى ان اخوك هو زعيم العصابة بتاع التهريب دي، وشغال لحساب ملك المنطقة دي في سريلانكا. يا سوري، العملية كده صعبة جدا، يعني بتدور على اخوك عشان تحبسه الا يتعدم. ما تيجي نشوف الحكاية، بس لايك لذيذ واشتراك ويلا نكمل. الضابط هنا بيقول له على المأمورية ان المينا دي في سريلانكا اصبحت اكبر مينا للتهريب، وفي معلومات ان في سفينة كبيرة من هونج كونج جاية فيها سلاح وذهب، ولو دخلت البلد هيبقى فيه تهديد للامن الوطني في الهند. واللي بيدير عمليات التهريب في المينا ديت هي عصابة لانكا. واللي بيرأس او بيقود عصابات لانكا دي هم سترافان واوديان وابنه مورجان. اما بقى اللي بينقل الشحنات دي من المينا والبحر هم صيادين هنود عايشين في المكان ده لانهم جايين لاجئين. وبيقول لك ان اللاجئين دول كانوا قبيلة كبيرة جدا، بس بعد حرب بريطانيا مات معظمهم، واللي فضل منهم عاشوا على حدود سريلانكا لاجئين، لانهم حاولوا ان هم يرجعوا للهند ولكن الهند رفضتهم، وبالتالي عاشوا زي العبيد في سريلانكا. واوديان ده قال لهم لو عايزين تعيشوا هنا لازم تنفذوا اوامري بالشغل في التهريب. وكان قائد القبيله الغلبانه دي هو مين؟ شيفا اخو سوري. يعني شيفا هنا يا جماعه هو اللي بيساعدهم في تهريب البضايع دي، عشان كده عاوزين يبعتوا لاخوه سوري عشان يعرف معلومات منهم ويعرفوا منه معلومات السفينه بتاع الاسلحه اللي هتيجي من هونج كونج دي. بنروح للقبيله وبنشوف واحد مقتول في عمليه تهريب، والشرطه البحريه قبضت على الباقي ومنهم شيفا اخو سوري. وبهاراتي اللي هو الراجل الكبير الكاهن ده بيصلي بيقول متى هتبعت البطل اللي هيخلصنا من الظلم اللي احنا فيه ده. بعد شوية اسابيع دخل سوري السجن عشان يقابل اخوه وينضم ليه كشخص عادي. في السجن بيعمل سوري شوية حركات كده، المهم بيتعارك مع شلة شيفا، وبيقدر سوري ان هو يضرب فيهم بكل سهولة. وواحد راح ينادي على شيفا الحق جماعتك بيتضربوا. وسوري هنا بيضرب واحد منهم، سمعهم وهم بينادوا على اسم شيفا. خدوا الحنين وقعد منتظر اللحظة اللي هيشوف فيها أخوه بعد 18 سنة. نظرة حنان كبيرة بنقطعها بإن شيفا بيضربه، حتى وهو خانقه بيفتكر سوري لما كانوا صغيرين، وكان سوري هيموت في إيده ولكنه ضربه. وخد شيفا سكينة وطعن أخوه. راح اخوه سوري قال له كلمة كان شيفا بيقولها دايما، قال له بعد ان تقتلني تأكد من انهاء الامر، لان لو عشت انا اللي هقتلك. شيفا حس بحاجة غريبة، حتى ساب السكينة من ايده وقعت على الارض. وكان واحد هنا جاي يضرب سوري، ولكن شيفا قال له لا ده اخويا. وهنا وصلت الشرطة وبعدوهم عن بعض، وراح له سوري على الزنزانة وقال له ليه سبتني السنين دي كلها؟ ده حتى امنا ماتت وانا عايش من ساعتها لوحدي. شيفا قال له انا هخرج قريب وهشوف لك طريقة اخرجك بيها من هنا وترجع مكانك. قال له بعد السنين دي كلها عاوز تبعدني عنك تاني بدل ما تقولي تعالى نعيش سوا؟ شيفا قال له العيشة معايا فيها خطر عليك وعلى حياتك. سوري هنا يا شباب داخل بالحنية عشان يروح مع اخوه المكان بتاع العصابة عشان المأمورية وعشان ينقذ اخوه برضو واهله. بعد شوية خرج اخوه، هو ماشي قال له لما تخرج بالكفالة حصلني على المكان ده. وهنا الضابط قاعد معاه وبيقول له على خطورة وصعوبة المكان اللي هو رايح، وقال له الجيش السريلانكي لو قبض عليك في اي لحظة اتصل بالرقم ده فورا وقول كلمة السر دي. وراح سوري على مكان اخوه شيفا، وقابلوا المعلم علوة زميل شيفا، وهما ماشيين على المينا شافوا الحتة دي بقى مرات شيفا اخوه. المفروض انها بتولد، بس ممنوع على كل نسوان قبيلة شيفا انهم يدخلوا المكان ده.
واللي تولد ولد ذكر ياخدوا الولد منها وما تشوفوش تاني غير لما يكبر. القوانين دي حطها اوديان ابو مرجان ده من زمان. المهم الدكتورة ولدتها هنا، قالت له ده ولد ولازم يروح على المستشفى حالا. قال لهم ماشي خدوه من هنا. مرات شيفا بتقول لشيفا ده انا حتى ما شفتش ملامح ابني، ايه الظلم اللي احنا فيه ده. وصل سوري وشيفا قابلوا مع كاهن القرية عمك مصباح، وراح سوري مع شيفا في عملية لتهريب دهب، وكان مورجان موجود، ولكن وصلت الشرطة وضربوا على بعض نار. وقارب سوري كان فيه صندوق الدهب، فضل سوري ماسكه لحد ما وقع هنا. كان مورجان معاه 5 من رجالة شيفا، فضل يضرب فيهم عشان يعرف مين اللي بلغ عنهم لحد ما قتل واحد منهم. والمعلم اوديان ابوه بيقول له الناس دي هي اللي بتهرب لنا البضايع، يعني بنكسب ملايين من وراهم واحنا قاعدين بهوات، وانت زي الحمار بتقتل فيهم للمتعة بس. قام ضربه بالكف وكمان كف. محترم يا مورجان، ادي المناديل لابوه عشان ينشف ايده. قال له بعتهولهم على البحر واعمل اجتماع طارئ. شاف شيفا والناس بتوعه الراجل الميت، وراح الكل على الاجتماع، رؤساء العصابة الكبيرة وشيفا وزمايله مسؤولين التهريب. هنا سرافان بيقول له انا مش عاجبني ان هو يقتل واحد منكم، بس برضه الذهب اللي راح مننا كتير. هنا مورجان اتدخل وقال له يومين بس وهعرف الخاين، وساعتها مش هقتل الاربعة اللي عندي بس، انا هقتلكم كلكم. وكانوا هيضربوا بعض ورفع على بعضهم السلاح. وهنا دخل سوري وقال لهم انتم ليكم الذهب، احنا نجيب لكم الذهب وناخد الناس بتاعتنا. سرافان قال له عين العقل، ده الكلام المظبوط في الاجتماع كله. قال له سوري فيه شرط كمان، قال لهم ان مرات شيفا تدخل البلد هنا وتشوف ابنها. طبعا مورجان اتجنن، بقى انت عاوز تلغي القوانين اللي احنا حاطينها من سنين وتدخل نسوانكم ارضنا؟ حتة رمية المسدس دي يا شباب معناها ان كده في تصويت على القرار ده، وكلهم حدفوا مسدساتهم، يعني احنا موافقين ان مرات شيفا تدخل مكاننا وتشوف ابنها. المهم عندنا الدهب بس يرجع. واتحرك الدهب في عربات الشرطة، وسوريا واخوه عاملين كابين في الغابة، ركبوا موتوسيكلات وهدوم زيهم، والفيلة حجزت العربيات اللي قدام عن اللي ورا اللي فيها الدهب. قدروا ياخدوا الدهب ويهربوا، وحصل مطاردة وركبوا عربية اللي فيها الدهب في عربية كبيرة تانية. وهم ماشيين على حظهم كان في كمين كبير على الطريق. شيفا قام قايل للي معاه انزلوا انتم اهربوا واحنا هنكمل. الشرطة هنا بتحرك العربيات وبتفتش، وكان سوري واخوه بيتعزموا على اللي ينزل من العربية والتاني هو اللي يشيل المسؤولية، لحد ما الشرطة خدت بالها وحست ان في حاجة غلط وبدأ ضرب النار عليهم. حرك سوري العربية ولكن وقفت في نص الطريق على الكوبري وضرب النار شغال. شاف سوري التليفون، افتكر كلام الضابط ان لو حصل معاك مشكلة مع الشرطة بتاع سريلانكا انزل جري واتصل بينا. نزل عمل حاجز على نفسه وراح على التليفون بسرعة، اتصل بالرقم اللي كان القائد بتاعه قايل له عليه، وبالفعل اتصل بيهم، وكان شيفا ماسك السلاح على ضابط منهم. فجأة ضرب النار وقف، وقام سوري في وسطهم وهم بيوسعوله. راح على اخوه وخلاه ساب العسكري، يلا نمشي من هنا. والظابط بيقول لهم يلا يا شباب افتحوا لهم الطريق، انهم من الشرطة الهندية. اوه شوية حقائق كده بتظهر، يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ لايكك اللذيذ لو لسه ما عملتوش، يلا بينا. والدهب وصل للمكان، وطلب سوري من اوديان ان مورجان لازم يروح معاهم، ومرات شيفا بتشوف ابنها. وفعلا راح معاهم والكل مبسوط، حققوا حلم ما حصلش من سنين، ونزلت لأول مرة مرات شيفا أرضهم قدام مورجان اللي كان بيولع من جواه. اوديان هنا عارف ان ابنه متغاظ، قال له ما تتهورش، انت فاكر ان كبرياءك اهم عندي من الدهب؟ يلا امشي. قعد مورجان مع صاحبه وقرر الابن ان هو يخلص من ابوه، وقتله واتدفن بعد صلاة العشاء. سرافان جه وبيقول له ده حصل ازاي؟ قال له الكرسي المتحرك بتاعه اتزحلق وقع في الميه مات. المهم انا عاوز منكم حاجه، ابويا عمل خير كتير مع شعب شيفا، انا عاوزهم كلهم يجوا يشوفوه قبل ما يدفن، وهياكلوا من خيره كمان، ولازم سوري يحضر. مرتب لهم عليه يا سودا ابن الكلب. الظابط هنا بيقول له لسوري اخر حاجة عشان تنجو انت واخوك لازم تعرف لي رقم الحاوية اللي فيها السلاح وبعدها تمشوا. راح سوري لاخوه يستعطفه ان هو يقول له على رقم الحاوية عشان يمشوا هما الاتنين من هنا هما واهلهم، ولكن اخوه مش راضي لان همه كله في باقي الناس اللي في رقبته.
لانهم لو اكتشفوا ان شيفا بيخونهم هيقتلوا الناس كلها وهيقتلوا الشعب كله يعني. قعد سوري برضه بشوية حنية في الكلام، حتى قال له ان امك لسه عايشة ونفسها تشوفك. وبعد عذاب من الكلام شيفا قال له انا هخليك بقى تحس بالنار اللي انا فيها دلوقتي. رقم الحاوية كذا كذا، بس انا اللي هفضي الحاوية، يعني لو عاوزين توصلوا للشحنة لازم تقتلوني الاول. شوف بقى انت هتعمل ايه يا اخويا يا ابن ام وابويا، قرار صعب فعلا. الضابط هنا بيتكلم مكالمة مهمة، والبنت دي بتقول له ان في حد عاوز يقابلك. واتاري الضابط بيكلم واحد من الإدارة عنده، وبيتضح من كلامهم ان الضابط ده عارف كل حاجة وهو اللي بيرتب لكل الكلام ده، حتى هو عارف رقم الحاوية وميعادها، بس شكله كده عاوز حرب أهلية تقوم لأسباب سياسية. وهنا وصل شيفا وأهله كلهم لبيت مورجان يحضروا العزاء، وجابوا ليهم أكل كمان. كله ما تخافوش من حاجة، ليلتكم سودة. وخدوا شيفا معاهم جوه. بنرجع شوية بس للظابط الكبير، والراجل اللي كان عاوزه بره هو اللي شغال مع مورجان وزميله، وتاريخ ظابط راخر، واداه ورقة فيها معلومات ان عيلة شيفا فيها حد شغال لحساب الشرطة عشان يسلمها لمورجان. مش بقولك شغل خيانة عشان حرب تقوم. نرجع للعزا تاني، ومرجان اداهم الورق وكشف ليهم ان واحد في الاتنين هو اللي مخبر للشرطة، بس مين فيهم مش عارفين. سترافان بيقول له الكلام ده صح يا شيفا؟ قال له اه. انت عارف الحكم هيكون بالموت، مين فيكم المخبر؟ وهنا قرر شيفا ان هو يضحي بنفسه، وقال لهم انا اللي شغال مع الشرطة، محدش في شعبي له ذنب ولا اخويا كمان له ذنب، انا المسؤول. الله، طب بقول لكم ايه، هو فين سوري؟ اتاري الظابط مخلي البنت ديت الدكتورة تلهي سوري شوية في الليلة ديت عشان ما يحضرش اللي هيحصل لأهله. ومن الكلام بيعترف ليها سوري ان هو اللي كان قاتل ابوه مش شيفا، ولكن شيفا ضحى بنفسه عشان خاطري. نرجع لشيفا. مورجان بيقول لهم مش كفايه نقتل شيفا، بس اكيد كل شعبه مخبرين وخونة زيه ولازم يموتوا كلهم. وبالفعل الكل وافق وحطوا الأسلحة دليل على الموافقة على القرار الصعب ده، يعني كده هتبقى مجزرة في عشيرة شيفا كلها. قام مورجان ضربه بالسكينة في ظهره، قال له اتفرج يا معلم على المجزرة وأولها مراته. شغل افترا وجنان بجد. سوري عاوز يمشي، بس بنت الحرام دي بتقول له خليك هنا الليلادي وبكرة ابقى اروح لاخوك واقعد معاه. وقعد المعلم والمجزرة شغالة. كسروا الباب وطلعوا بره في الساحة، لقوهم في وشهم. صعبانين عليا والله يا جماعة الناس دي. طلع ليهم شيفا وهو بيودع، ضرب له برضه اتنين تلاتة كده، وركب عربية عشان يكسر الباب الكبير بتاع القصر. وعمل كده وبدأ اللي فاضل منهم يهرب، ولسه مورجان بيقول لهم ما تسيبوش حد. سيرفر ده قال له خلاص انت قطعت راس الافعى، ما عادش فيهم رجاله، سيبهم بقى. قال لهم خلاص بس روحوا على بيوتهم واحرقوها، ولموا الجثث كمان كلها ودوها هناك عشان تبقى قدام عينيهم على طول. صاحبنا سوري قام بس لما شاف النار من بعيد عند القرية بتاعتهم، راح على هناك جري وشاف الخراب والدمار. شاف هنا جثة مرات اخوه، ودور لحد ما لقى اخوه. قعد يعيط شوية ويقول له بدور عليك من 18 سنة عشان تسيبني دلوقتي، انا ملحقتش افرح بيه. صاحبنا الكاهن هنا بيصلي وبيقول له احنا انتظرنا كتير، امتى هتبعت الملك اللي هيدافع عننا؟ بص جنبه لقى سوري عمال يشد في المركب لوحده، وتاري كان عندهم نبوءة جده كان قايل له عليها. لما تشوف شاب شجاع بيشد المركب لوحده على الرمل تعرف ان هو ده الملك، ولازم تقفوا جنبه وتساعدوه بسرعة. قال ليهم روحوا ساعدوا الملك، مستنيين ايه؟ وراحوا معاه ونزلوا المركب فعلا للمية. خد الباقي منهم وجهزوا نفسهم بالسلاح، وراح على مصانع وأماكن رجالة مورجان وبدأ يقتل فيهم بلا رحمة. صاحبنا ده بيقول له استنى استنى أنا ظابط زيك، ايه رأيكم يسيبه ولا لأ؟ أنا قلت كده برضه يستاهل. لحد ما وصل لمورجان راس الأفعى. يلا نشوف شوية الضرب دي سوا. وخلص عليه. نطلع بره وبنشوفهم ماسكين باقي الناس اللي ذبحوا اهلهم في القصر. خلص يا سوري يلا.
خلص عليهم وقال لهم انتم جميعا دلوقتي في مسؤوليتي انا، واصبح هو ملكهم. ولكن على الوجه التاني كان اوديان له ولدين، وشكل كده الابن التاني جه وبيدفن ابوه واخوه، وهيبقى في دمار في الجزء التاني. خلص الفيلم يا شباب، ومتنسوناش باللايك والاشتراك، شجعونا كده يا شباب، يلا سلام.